غاب المغرب عن الاتحاد الإفريقي لما يزيد عن 3 عقود، لكنه أبدا لم يفارق إفريقيا. حضور والتزام أخذ بعدا جديدا بعد قراره العودة إلى أسرته المؤسسية التي انسحب منها سنة 84 900 وألف، ومنها العمل على خدمة مصالح القارة السمراء. في 17 يوليوز كان الإعلان عن قرار العودة من خلال رسالة ملكية إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بكيغالي برواندا، قرار كان محط ترحيب. لا أحد له الحق في الرفض. قوانين الاتحاد الإفريقي لا تعطي لأي دولة عضو أن ترفض استعادة عضوية الدولة. أعتقد أنه من البديهي أن مكانة المغرب داخل الاتحاد الإفريقي. نحن جد مسرورين برسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي اتخذ هذا القرار. المغرب بذل وقدم الكثير لتأسيس الاتحاد الإفريقي، فالأمر لم يكن هينا. المغرب هو من بين مؤسسي ودعائم الاتحاد الإفريقي، وأن يعود إليه أمر جيد. المغرب ينتمي للعائلة الكبيرة لإفريقيا. المغرب ساعد في بناء إفريقيا تاريخيا. المغرب فعل الشيء الكثير للقارة الإفريقية. إنه من غير المنطقي أن تقبل إفريقيا فقدان جزء استراتيجي وأساسي للقارة، وهو المغرب. المغرب هو إفريقيا، وإفريقيا هي المغرب. ترحيب تقاسمته 28 دولة إفريقية تقدمت بملتمس لتعليق عضوية الجمهورية الوهمية من المنظمة الإفريقية بعد أن زج بها ضدا على الشرعية الدولية. أغلبية ساحقة دعمت قرار المغرب، بل وطالبت بعودته ليشغل مكانه الطبيعي. المغرب قدم تضحيات كبيرة من أجل إفريقيا، ليس فقط على مستوى التعاون، لكن أيضا كبلد وشعب يتقاسمان نفس المبادئ والمشاعر والإرادة في الوحدة والازدهار في إفريقيا. إرادة جلالة الملك للعودة إلى الاتحاد الإفريقي أجدها مبررة وقائمة على أسس متينة. أتابع ما يحصل في المغرب، وأنا مرتاحة لتسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وإدماجهم في المجتمع المغربي. pour que les migrants subsahariens au Maroc puissent trouver leur place, qu'ils soient intégrés. Le Maroc est extrêmement actif. المغرب بدينامية كبيرة إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وعودته للمنظمة القارية هو إضافة مهمة لمنظمتنا. إفريقيا في حاجة إلى الوحدة والتقارب والتماسك في محيط دولي صعب. أكثر من أي وقت مضى المغرب متواجد على مختلف الجبهات ويقود معارك التنمية والازدهار في مختلف الدول الإفريقية. عودة لم ولن تنال من عزيمة المغرب الدفاع عن قضيته الوطنية وتصحيح المغالطات التي يروج لها خصوم وحدتنا الترابية داخل المنظمة الإفريقية، خصوم تقودهم في ذلك نزعات تفرقة مضى عليها الزمن. عودة المغرب إلى بيته المؤسسي بعنوان آخر، خدمة المواطن الإفريقي، ومن دكار جاء التأكيد. فهذا القرار تتويج لسياستنا الإفريقية وللعمل الميداني التضامني الذي يقوم به المغرب مع العديد من دول القارة على مستوى النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية في سبيل خدمة المواطن الإفريقي، وإضافة إلى التعاون الثنائي مع المجموعات الإقليمية. سيتيح هذا الرجوع لبلادنا للانخراط في استراتيجيات التنمية القطاعية بإفريقيا والمساهمة الفعالة بها وإغنائها بالتجربة المتميزة التي راقمها المغرب في العديد من المجالات. مصالح الشعوب الإفريقية أولا وأخيرا بعيدا عن الحسابات الضيقة، رسالة يحملها المغرب ليس فقط على مستوى القارة السمراء، لكنها دائمة الحضور في مختلف المحافل الدولية، كما هو الشأن في قمة المناخ بمراكش وقمة إفريقيا للعمل، حيث تم إسماع صوت إفريقيا.
دور يتعزز يوما بعد آخر ويعلن عن إفريقيا قوية تماما كما أعلن سنة 61 900 وألف بالدار البيضاء عن انبثاق إفريقيا متحررة شعارها الاندماج.